أهلا بيكم في محاضرتنا التاسعة من رحلة التعافي من الصدمات. حلقتنا النهاردة عن المرونة العصبية وإزاي الصدمة بتغير بنية الدماغ. فحبيت أقول لكم في الأول إن الصدمة مش بس بتأثر على مشاعرك، أو لأ، هي اوريدي فعلا بتغير بنية دماغك. هتقولي لي طب إزاي يا حبيبة؟ هاقول لِك، قبل الصدمة أنتِ كنتِ بتفتكري الحاجات بسهولة جدًا، يعني رقم تليفونِك، رقم تليفون صاحبتِك، رقم تليفون حد من أهلِك، المواعيد المهمة، حطيتِ فين مفاتيح البيت، وكانت حاجات عادية وتلقائية بالنسبة لِك. دلوقتي بعد الصدمة أنتِ ممكن تقفي قدام الدولاب تقريبًا نُص ساعة وتنسي أنتِ كنتِ رايحة تعملي إيه أو رايحة تجيبي إيه. فممكن حد يقول لِك كلام مهم وبعد 5 دقايق تلاقيه طار من دماغِك، وده مش لإنِّك ما بتركّزيش أو مش مهتمة، لأ، هو ده لإنِّك في حاجة اتغيّرت جوّه دماغِك. زمان كنتِ برضه تقدري تاخدي قرارات بسرعة، اللي هو إيه، هالبس إيه، هاكل إيه، هنعمل إيه النهارده، قرارات بسرعة كده في ثانية إلا ثانية. إنما دلوقتي أبسط قرار ممكن ياخد معاكِ ربع ساعة ونُص ساعة وساعة، وفي الآخر تحسي إنِّك مش عارفة حتى أنتِ عايزة إيه أصلًا. مش بس كده، التوتر بقى ملازمِك طول الوقت، تلاقي قلبِك بيدق بسرعة من أقل حاجة، جهازِك العصبي كله بيشتغل على آخره طول الوقت كأنه في خطر حقيقي. الحاجات اللي كانت بتفرحِك أو كانت مهمة بالنسبة لِك بقيتِ تحسيها عادية، مش قادرة إنِّك تفرحي زي زمان، مش قادرة تحسي بالحاجات بنفس التأثير. كأن في حاجة فصلتِك عن نفسِك وعن مشاعرِك وعن حياتِك اللي أنتِ كنتِ عايشاها. ممكن حد قال لِك مثلًا اللي هو إيه، خدي بالِك من نفسِك وركّزي وأنتِ محتاجة تهتمي أكتر. أنتِ كل مرّة برضه بتسمعي كلام زي ده فتحسي بذنب، اللي هو هو أنا مش باحاول، طب أنا حصل لي إيه؟ فخلّيني أقول لِك على حاجة، أنتِ يعني ما فيكيش حاجة غلط، هو اللي حصل إن دماغِك اتغيّر already على المستوى البيولوجي كان كاستجابة للصدمة. مش كلام، هو مش إحساس، دي حقيقة علمية مُثبتة بالأبحاث وكمان الرنين المغناطيسي. فالصدمة سواء كانت حادثة واحدة أو صدمات متكررة بتعمل تغيرات فعلية في بنية دماغك، كمان في أحجام أجزاء معينة، وكمان في طريقة اتصالهم ببعض. ولكن تعالي بقى نفهم أهم جزء في كل اللي أنا هقوله النهاردة. التغيرات دي مش دايمة، تمام؟ في حاجة في علم الأعصاب اسمها المرونة العصبية. يعني إيه المرونة العصبية؟ يعني دماغك مش قطعة حجر ثابتة، لأ، دماغك أشبه بعضلة. يعني العضلة دي ممكن تتغير، ممكن تكبر، ممكن بالتعلم، تمام؟ وعلى حسب اللي بيحصل حواليكي واللي انت بتعمليه. طيب، علشان نفهم أكتر، زمان في القرن العشرين العلماء كانوا فاكرين إن الدماغ بيكتمل النمو بتاعه في الطفولة والمراهقة، حلو؟ وبعد كده خلاص ده اللي أنتِ وصلتِ له وده اللي أنتِ هتعيشي بيه لآخر عمرِك. ولكن الأبحاث بقى من سنة 2000 لحد دلوقتي يعني إيه، عكست المفهوم شوية. قالت إن دماغِك بتتغيّر كل يوم وكل دقيقة حرفيًا، على حسب الحاجات اللي أنتِ بتفكّري فيها والحاجات اللي أنتِ بتعمليها، الحاجات اللي أنتِ بتتعلّميها، الناس اللي حواليكِ، حتى في طريقة التنفُّس بتاعِك، كل ده بيأثّر على دماغِك وبيشكّلها. في دراسة مشهورة جدًا اتعملت على سواقين التاكسي في لندن، المدينة المعقدة بشوارعها المتشابكة كده، لقوا إن الجزء اللي في دماغهم مسؤول عن تخزين الذكريات اللي هي الهايبوكامبس أو أمين المكتبة اللي إحنا سميناه، أكبر بكتير من الناس العادية. طب ليه؟ لأن هم already بيستخدموه كل يوم لسنين، ده معناه إن العضلة بتاعتهم اتمرنت كويس فحجمها كبر، تمام؟ طيب ده معناه إيه بالنسبة للصدمة يا حبيبة؟ معناه إنك لما عديتي بالصدمة، لما فضلتي فترة طويلة في حالة خوف وقلق وتأهب مستمر، دماغك اتشكل على الأساس ده، فبقت الأجزاء المسؤولة عن الخوف أكبر، والأجزاء المسؤولة عن التفكير الهادي والتنظيم العاطفي ضعفت وبقت أصغر. وكمان معناه، والنقطة دي مهمة جدا، إن العملية دي بتشتغل في الاتجاهين. يعني زي ما الصدمة غيرت دماغك، التعافي برضو يغيره تاني ويرجع تاني لحالته، بالعلاج، بالتمارين، بالفهم، بالدعم. كل ده ممكن يعيد بناء دماغك من أول وجديد. لأن في دراسة مهمة جدًا اتعملت سنة 2013، والباحثين أخدوا مجموعة من الناس اللي عندهم PTSD
وقاسوا الدماغ بتاعهم بالرنين المغناطيسي، شافوا تغيرات واضحة جدا جدا، أجزاء كانت صغيرة وأجزاء كانت كبيرة أو أكتر من اللازم، على عكس ناس تانية، الناس العادية اللي ما تعرضوش لصدمات. بعدها عملوا للمجموعة دي 12 أسبوع من العلاج النفسي، قالك بالكلام مش أدوية، ما كانش فيه تدخلات طبية معقدة من وقتها، هي جلسات بس. بعد ال12 أسبوع رجعوا قاسوا الدماغ تاني، فالنتيجة كانت صدمة، إن الأجزاء اللي كانت صغيرة رجعت تكبر تاني، والأجزاء اللي كانت كبيرة أكبر من اللازم رجعت إن هي تصغر. حتى الوصلات أو الاتصالات بدأت إن هي تقوى تاني. الأهم من كده إن كل ما التغيرات دي حصلت في الدماغ الأعراض عند الناس دي قلت، يعني النسيان قل والقلق قل والخوف قل والتحكم في المشاعر رجع يتحسن تاني. يعني هل يا حبيبة نفهم من كل ده إن العلاج فعلا عمل تغيرات بيولوجية تانية؟ أيوة. فلما تحسي بقى اللي هو إنك بتقولي لنفسك اللي هو أنا مش هرجع زي زمان، لا، أنت ممكن ترجعي، بس مش من يوم وليلة. حلو. ليه بقى؟ لأن دماغك عندها القدرة في المرونة العصبية اللي تخلي دماغك يرجع يتعافى وينمو ويبني نفسه من جديد تاني. نفهم بقى بالتفصيل الممل ايه اللي بيحصل في دماغك بعد الصدمة. هنتكلم عن 3 تغيرات رئيسية، كل واحدة فيهم مسؤولة عن أعراض معينة انت بتعاني منها. الحاجات دي احنا قلناها في الحلقات اللي فاتت، كانت تمهيد علشان نفهم، والفترات اللي جاية هناخد حاجات أعمق بكتير، وهناخد الأعراض بالتفصيل بتاعة البي تي اس دي والسي بي تي اس دي. طيب، التغير الأول بقى هي الانكماش الهايبوكامبس أو أمين الذكريات أو أمين المخازن زي ما سميناه، وده اللي بيقولك انت ليه بتنسي كتير. حلو. احنا قلنا ان الهايبوكامبس ده جزء صغير في دماغك في المنطقة الوسطى، شبه حصان البحر في شكله واسمه. تمام. الجزء ده كان وظيفته احنا قلنا مسؤول عن الذاكرة، مش بس انك تفتكر الحاجة، لا، ده مسؤول عن تكوين ذكريات جديدة وتنظيم الذكريات القديمة وربط الذكريات بالمكان والزمان، وكمان يقدر يميز ما بين الماضي والحاضر. واحنا قلنا ان هو شبه امين المكتبة في دماغك، يعني بياخد المعلومات الجديدة يرتبها يحطها في الرف المناسب، وبعدين لما تحتاجيها يطلعها لك. طيب، ايه اللي بيحصل في الهايبوكامبس بعد الصدمة؟ الابحاث اثبتت ان الهايبوكامبس بينكمش، يعني حجمه بيصغر فعليا. طب ليه ده بيحصل؟ لما تكوني انت في صدمة او تحت توتر مزمن وتهديد مستمر، جسمك بيفرز هرمون الكورتيزول بكميات عالية جدا، وده هرمون التوتر. طب هرمون التوتر ده وظيفته الأساسية ان هو المفروض يجهز جسمك للخطر، يعني يرفع السكر في الدم ويزود ضربات القلب ويشد العضلات ويخليكي ايه، يقظة. طيب، المشكلة إن الكورتيزول العالي ده لفترات طويلة، اللي هو أسابيع وشهور وسنين، بيبقى سام للخلايا العصبية، بالذات خلايا الهايبوكامبس، بيدخل يأذيها ويقلل النمو بتاعها، وحتى ممكن يموت جزء منها. فالنتيجة إن الهايبوكامبس بيصغر. ده بالظبط اللي هتلاقيه بيفسر الأعراض اللي انت بتعاني منها، زي النسيان المستمر، انك تنسي اسامي مهمه، تواريخ، مواعيد، مثلا حد يقول لك حاجه وبكره تلاقيها راحت من دماغك. بيفسر كمان ان يكون عندك صعوبه في تكوين ذكريات جديده، انك مثلا تروحي مكان ما تفتكريش بعدها انت كنت فين، تعملي حاجه وتنسي انك عملتيها اصلا، او انت مش فاكره حصل فيها ايه. بيفسر كمان الذكريات الصادمة إن هي ما بتتخزنش بشكل منظم، فبترجع على شكل فلاش باك، صور، أحاسيس، روايح، ولكن من غير سياق أو ترتيب زمني، فتحس إن هي بتحصل دلوقتي ما كانتش بتحصل في الماضي. هتلاقي عندك صعوبة في إنك تميزي ما بين الماضي والحاضر، يعني الذكرى الصادمة تيجي انتي مش عارفة تقولي لنفسك ده حصل زمان وانا دلوقتي في 2026 وانا في امان، لا، دماغ مش قادرة تحط الذكرى في سياقها الزمني المناسب. ولكن بقى في الدراسة اللي احنا قلنا عليها بتاعت ال 12 اسبوع، الهايبوكامبس وقتها بعد العلاج رجع يكبر تاني. مش بس كده، الناس كمان بدأت تلاحظ ان الذاكرة بتاعتهم بترجع تتحسن تاني، والفلاش باك بدأ يقل، وفكرة ان هم يكونوا قادرين يكونوا ذكريات جديدة بدأت تتحسن بالفعل. يعني الهايبوكامبس ممكن يتعافى.
التغير التاني عندنا هو تضخم الأميجدلا، وده اللي بيفسر إن ليه أنت خايفة طول الوقت. الأميجدلا احنا قلنا جزء صغير موجود قريب من الهايبوكامبس، شكلها شكل حبة اللوز. طيب احنا قلنا وظيفته ايه؟ وظيفته ده جهاز الإنذار، تمام، بتاع الدماغ، ده المسؤول عن كشف الخطر، الاستجابة للخوف، تقييم التهديدات، وكمان الإطلاق للاستجابة اللي هي fight or flight. طيب شبهناها بجهاز إنذار الحريق في البيت، يعني لو في دخان أو نار بيرن، تمام، ده كويس عشان بينقذ حياتك. ولكن اللي بيحصل للأميجدلا بعد الصدمة إن الأميجدلا بتكبر، حجمها بيزيد، نشاطها بيزيد بشكل كبير جدا، لأن بعد الصدمة أنت اوريدي فضلتي فترة طويلة جدا في حالة يقظة وتأهب مستمر، وكل حاجة كانت بتبان له تهديد، كل صوت بقى، كل حركة، كل رنة، كل موقف، فدماغك كانت بتفسر ده على إنه خطر. فالأميجدلا هنا كانت شغالة أوفر تايم، كأنها شغالة الشفتات كلها، تفضل تقيم، تدي إنذارات يوم ورا يوم، أسبوع ورا أسبوع، لحد ما الجزء من الدماغ اللي بتستخدمه كبير بيكبر. فعلشان كده الأميجدلا كبرت. ولكن المشكلة هنا بقى إن جهاز الإنذار لما يكبر أكتر من اللازم بيبقى حساس برضو أكتر من اللازم، فبيدي إنذارات كاذبة، وده احنا قلنا المرة اللي فاتت. يعني الباب اتقفل بصوت عالي فجأة فإنذار، حد كلمك بنبرة مش لذيذة إنذار، رحتي مكان جديد إنذار. فهنا الدماغ ما بقتش تفرق ما بين الخطر الحقيقي وما بين الموقف العادي، كل حاجة بالنسبة لها بقت تهديد. فالنتيجة إن الأعراض هتلاقيها عندك دايما قلق، دايما في قلق، حاسة بقلق حتى من غير أي سبب واضح، ما انتش عارفة انت قلقانة على ايه أصلا أو على ايه بالظبط وايه الخطر اللي موجود. أنا مش فاهمة، أنا قلقانة بس ليه؟ معرفش السبب. هتلاقي عندك خوف دايما مبالغ فيه، حتى من المواقف العادية، موقف تافه، موقف عادي، هتلاقي نفسك بتخاف. حاجات الناس العادية بتعملها ببساطة عندك بتكون شبه تحدي كبير جدا. تلاقي عندك ردود فعل مبالغ فيها، يعني أي صوت، أي حركة، هتلاقي جسمك بيتنفض، قلبك بيقف، يعني حرفيا من كتر ضربات القلب السريعة. بعدها ما انتش عارفة تاخدي وقت عشان تهدي، ممكن تاخدي وقت طويل جدا عشان تهدي. هتلاقي عندك يقظة زايدة، لو طول الوقت انت عمالة تراقبي الناس اللي حواليكي، سواء في الشارع، في الأوضة، ممكن حتى في بيتك، يعني عينك على كل حاجة انت مستنية الخطر، وده بيوديكي على انك يكون عندك صعوبة انك تدخلي في حالة استرخاء. حتى لو انت في مكان آمن جسمك ما بيصدقش، فالعضلات هتلاقيها دايما مشدودة، القلب شغال على آخره، التنفس سطحي، ما انتش عارفة تسترخي. طيب في الأبحاث اللي احنا قلناها، خاصة العلاج المعرفي السلوكي CBT والمايندفولنس، الحاجتين دول بيساعدوا الأميجدلا إن هي تهدى، وبيساعدوها إن حجمها يرجع طبيعي تاني ونشاطها يرجع يقل. يعني جهاز الإنذار بيبدأ يعملوا له معايير تاني، ويعرف يفرق ما بين الخطر الحقيقي والمواقف العادية. طيب التغير الثالث عندنا بقى هي ضعف القشرة الأمامية، يعني احنا عندنا حاجتين بيضعفوا وواحدة بتكبر، الأميجدلا هي اللي بتكبر والهايبوكامبس والقشرة الأمامية بتضعف، وده بيفسر انت ليه مش قادرة تنظمي مشاعرك. احنا قلنا القشرة الأمامية هي الجزء اللي في مقدمة دماغك ورا الجبهة على طول، آخر جزء بيكتمل النمو في الإنسان، يعني بيكتمل تقريبا في أواخر العشرينات. دي المنطقة اللي بتميزنا احنا كبشر عن باقي المخلوقات، مسؤولة عن تفكير منطقي، تخطيط، احنا قلنا تحكم في انفعالات، اتخاذ قرارات، تنظيم مشاعر، تركيز، انتباه، الربط حتى ما بين السبب والنتيجة. فاحنا شبهناها زي المدير التنفيذي لدماغك، ده اللي بياخد القرارات الكبيرة، البيج بوس كده. طيب فالقشرة الأمامية هي المفروض تسيطر على الأميجدلا، ولكن لما الأميجدلا تفضل يعني تدي انذارات، القشرة الأمامية بتيجي تقيم فعلا في خطر ولا الأميجدلا عمالة تدي يعني تبالغ. لو مفيش خطر بتبعت انذار للأميجدلا تقول لها لا اهدي، احنا في أمان، كل حاجة الدنيا ماشية زي الفل. طب اللي بيحصل بقى للقشرة الأمامية بعد الصدمة إن نشاطها بيقل، الاتصالات ما بينها وما بين الأميجدلا بتضعف. طب ليه يا حبيبة؟ لأن اوريدي في الصدمة والخطر الفوري هو اوريدي مفيش وقت للتفكير عشان نقعد نفكر بقى،
عايزين رد فعل سريع، تفضلي تحاربي تهربي تتجمدي، فالدماغ بيقلل النشاط بتاع القشرة الأمامية. ولو انتوا فاكرين ان المرة اللي فاتت او اللي قبلها شبهناهم ما بين الشارع السريع او الطريق السريع والطريق البطيء. فلما الصدمة تفضل مستمرة أو آثارها تفضل موجودة، النمط ده بيستمر، القشرة الأمامية تفضل مهمشة. عشان كده إن إحنا قلنا إن ما تستخدمه ينمو وما تهمله يضمر، فالقشرة الأمامية من قلة استخدامها بتضعف. فتلاقي النتيجة عندك إنك عندك صعوبة في اتخاذ القرارات، حتى أبسط القرارات اللي ممكن أي بني آدم حتى لو طفل صغير يقدر ياخدها، ما انتش عارفة تاخديها. اللي هو هلبس ايه، هاكل ايه، دماغك متجمدة. تلاقي عندك صعوبة في التركيز. انت ممكن تيجي تقرأي كتاب مثلا تفضلي 10 دقايق مثلا في صفحة، توصلي لآخرها تلاقي نفسك ما انتش فاهمة حاجة. لا كنت بعمل ايه، انت اصلا في اول سطر هتلاقي نفسك سرحتي. عندك صعوبة في تنظيم المشاعر. انت لو انت بتزعلي من حاجة بسيطة تلاقي نفسك بتعيطي ساعتين تلاتة أربعة. عندك برضو ممكن تصوري بسرعة جدا، يعني غضب مبالغ فيه، أو العكس إنك ما تديش أي رياكشن، ما انتش حاسة بأي حاجة أصلا. حتى كمان هتلاقي عندك اندفاعية، لو انت تعملي حاجة بدون تفكير وبعد كده تندمي، لأن أصلا القشرة الأمامية أو المدير التنفيذي هو مش موجود علشان يقولك استني وفكري وبتاع. لا هو مش موجود. حتى الأميجدلا بتبقى جامحة، يعني القشرة الأمامية ضعيفة لدرجة إن هي مش قادرة تسيطر على الأميجدلا. تمام، فجهاز الإنذار بيفضل شغال من غير رقابة، زي عربية كده من غير فرامل. طيب الخبر الحلو اللي احنا قلناه ان العلاج النفسي اللي هو بعد 12 اسبوع، زي ما قلنا السي بي تي التأمل والمايندفولنس بيقوي برضو القشرة الأمامية زي ما بيعمل مع الهايبوكامبس، وبيزود حجمها، وده بيقوي الاتصالات ما بينها وما بين الأميجدala. يعني المدير التنفيذي بيرجع لشغله، بيرجع ياخد قرارات، ينظم مشاعر، ويسيطر على جهاز الإنذار. حلو. نيجي بقى على الجزء المهم. حد ايه هيجي يقول لي طيب يا حبيبة احنا لحد دلوقتي كل اللي احنا قلناه ممكن يكون عبارة عن ساوند بريسنج بس، اللي هو يعني دماغي فيها حاجات اتخربت والأجزاء دي كلها مش شغالة صح؟ هقولك لأ، الموضوع مش كده. الموضوع إن دماغك اتكيف مع بيئة خطر، عمل كل اللي لازم يعمله علشان يحاول ينقذك، ماشي؟ يعني غير من نفسه عشان تقدري تعيشي في ظروف مستحيلة. ولكن دلوقتي لما الخطر يخلص أو لما تبدأي رحلة التعافي، دماغك برضو قادر يتكيف، ولكن هيتكيف المرة دي مع بيئة آمنة. ده بالظبط اللي بيحصل في العلاج. يعني العلاج النفسي هو مش مجرد كلمتين وفضفضة وخلاص، لأ. لأن كتير من الناس بتفتكر إن العلاج النفسي هو مجرد إنك تقعدي مع حد وتحكي له مشاكلك ويسمعك. ده جزء صغير جدا، ولكن هو مش كل الحكاية. العلاج النفسي، خاصة العلاجات المثبتة فعاليتها زي ال EMDR وال CBT وال Somatic Therapy، بيشتغل على مستوى الدماغ البيولوجي، فهتلاقيه بيساعد الهايبوكامبس إن هو يكبر تاني، الأميجدلا إن هي تهدى وترجع لحجمها الطبيعي، والقشرة الأمامية تقوى وتسترجع الوظيفة بتاعتها، والاتصالات ما بين الأجزاء المختلفة تتعاد بنائها. وده مثبت بالرنين المغناطيسي قبل وبعد. فاحنا قلنا ان الحاجة الحلوة في المرونة العصبية هي ان دماغك عنده ميل طبيعي للتعافي، يعني مش محتاجة تعملي مجهود خارق، لا انت محتاجة بس تدي البيئة الآمنة والأدوات الصح وكمان الوقت. زي ما الصدمة ما حصلتش في يوم وليلة، التعافي كمان مش هيحصل في يوم وليلة، ولكن كل يوم انت بتاخدي فيه خطوة، سواء جلسة علاج، مشي، تأمل، نوم كويس، دماغك بيتغير خلية ورا خلية، اتصال ورا اتصال، وكمان يوم ورا يوم. فالنتيجة بتبقى واضحة جدا مع الوقت، إن الأعراض بتبدأ إن هي تقل، والتحكم بيرجع تاني، والذاكرة بتتحسن، والخوف بيخف، وبتبدأي تستعيدي حياتك مرة تانية. علشان نعمل التمرين بقى عايزين نعرف آه دماغك بالظبط ماشية ازاي، وايه الأكتر الأجزاء اللي متأثرة في دماغك، وايه اللي محتاجة شغل. فهنحتاج ورقة وقلم ومكان هادي خالص، وكمان نية مع نفسك من غير حكم.
قبل ما تبدأي التمرين محتاجة إنِك تتأكدي إنِك في بيئة آمنة، حتى لو آمنة نسبيًا مفيش مشكلة. فهتقعدي قاعدة مريحة ورجليكي على الأرض وإيديكي على رجليكي أو في حضنك مفيش مشكلة، وهتاخدي 3 أنفاس عميقة وهنكررها 3 مرات. تمام. ولكن علشان أنا مش هقدر أتنفس قوي دلوقتي فيلا. كمان مرة. طبعا النفس بيبقى أعمق من كده بس أنا في مشكلة عندي في النفس الفترة دي. الخطوة التانية عايزين نحدد الأعراض اللي انتي بتعاني منها، فهنقسم الورقة ل3 أعمدة. عمود هنسميه الهايبوكامبس، وعمود للأميجدلا، وعمود للقشرة الأمامية. جنب الهايبوكامبس هنكتب مشاكل الذاكرة، وجنب الأميجدلا هنكتب الخوف والقلق، وجنب القشرة الأمامية هنكتب القرارات والمشاعر. حلو. فأنا هسألك أسئلة وهتشوفي ايه الأعراض اللي انتي اوريدي فعلا بتعاني منها من الأسئلة اللي أنا هقولها لك دي. طيب، في عمود الهايبوكامبس هتسألي نفسك انتي بتنسي حاجات كتيرة، سواء مواعيد، محادثات، أسامي، أرقام، تواريخ، أيا كان، ولا لأ؟ بتنسي انتي حطيتي حاجتك فين ولا لأ؟ عندك صعوبة انك تكوني ذكريات جديدة، يعني اليوم بيعدي وما انتش فاكرة حصل فيه ايه ولا لأ؟ بيحصل عندك فلاش باك، يعني الذكريات بترجع زي كأنها لسه بتحصل دلوقتي؟ وهل انتي مش قادرة تفصلي ما بين الماضي والحاضر في الذكريات الصادمة؟ هتوقف الفيديو وتعيدي الأسئلة تاني عشان تجاوبي عليها في عمود الهايبوكامبس. طيب، ندخل على عمود الأميجدلا. هتسألي نفسك بقى، هل أنا بعاني من قلق دايم حتى من غير أي سبب واضح؟ هل عندي خوف من حاجات عادية؟ طب بتخض من أي صوت أو حركة مفاجأة؟ هل أنا عندي يقظة زايدة، يعني طول الوقت براقب الناس اللي حواليا؟ هل قلبي بيدق بسرعة من أقل حاجة؟ مش قادرة أسترخي تماما حتى لو أنا في أمان؟ هل بعاني من كوابيس متكررة؟ هتحطي علامة صح أو نجمة قدام كل عرض من الأعراض. تمام. نيجي بقى على العمود الثالث، هو عمود القشرة الأمامية. هتسألي نفسك، هل أنا عندي صعوبة في اتخاذ القرارات حتى البسيطة منها؟ طب هل أنا مش قادرة أركز لفترات طويلة؟ هل بتشتت بسرعة؟ هل مشاعري جياشة أو جامحة؟ طب هل أنا بعمل حاجات من غير تفكير وبرجع أندم عليها؟ هل مش قادرة أخطط للمستقبل؟ هل حاسة إني مش قادرة أمسك زمام حياتي؟ عايزاكي بقى دلوقتي لكل عمود هتقيمي الأعراض. تمام. هتدي نفسك درجة من 1 ل10. طيب، من 1 ل3 ده معناه إن الأعراض عندك بسيطة وبتحصل أحيانا. لو عندك من 4 ل6 أعراض دي أعراض متوسطة بتأثر على حياتك. لو اديتي نفسك من 7 ل10 دي أعراض شديدة جدا بتمنعك من إنك تعيشي حياة طبيعية. هتكتبي الدرجة تحت كل عمود، يعني مثلا في عمود الذاكرة أو الهايبوكامبس أنا مثلا أخدت 7 من 10، فدي درجة شديدة. طيب أنا أخدت في الأميجدلا 9 من 10، دي شديدة جدا. طب أنا دلوقتي أخدت في القشرة الأمامية سي مثلا 5 من 10، فدي متوسطة. طيب، احنا دلوقتي عرفنا أكتر الأجزاء المتضررة. الأجزاء اللي فيها جايبة أكتر من 5 دي اللي هنشتغل عليها. فعايزين نعمل تمرين لكل جزء بقى. حلو. اكتبوا ورايا يعني عشان مهم قوي قوي قوي. هناخد التمرين الأول، هندخل في رحلة للهايبوكامبس علشان نعرف ننظم الذكريات اللي فيها تشويش شوية. علشان الهدف من التمرين ده
نحن نساعد على إنه يعمل إعادة تنظيم الذكريات الصادمة ووضعها في سياق زمني صحيح. فهنحتاج يعني لسه الدفتر معانا طبعا، وأقلام ملونة، وكمان مكان هادي وآمن. فهنرسم خط زمني كده، وهنرسم خط أفقي طويل على الورقة، وهنسميه ده خط حياتك. أوكي، بعد كده هنحدد المحطات، يعني هنحط نقطة على الشمال، فدي سنة الميلاد بتاعتك، زي مثلا 2002 2010 2000 أيا كان. وبعد كده هتحطي على اليمين في الآخر خالص السنة دلوقتي اللي احنا في 2026. في النص بقى هتحطي نقط للأحداث المهمة، صدمات أو أي حاجة حصلت معاكي في حياتك. أوكي، بعد كده هنكتب التواريخ بوضوح، يعني لكل حدث صادم أو ذكرى مؤلمة عديتي بيها هتكتبي التاريخ لو انتي فاكرة التاريخ بالظبط، ولو انتي مش فاكرة هتكتبي السنة اللي حصلت فيها على الأقل، وهتكتبي وقتها عمرك أو سنك كان قد إيه، وهتكتبي مكان الحدث. ماشي. طيب في العمود اللي على اليمين، الخط اللي على اليمين ده اللي هو احنا قلنا في 2026، هتعملي مربع كبير قوي متلون، هتكتبي فيه أنا دلوقتي في 2026 وأنا عندي مثلا كذا سنة، تكتبي سنة يعني عمرك قد إيه، وأنا في مكان آمن دلوقتي، المكان اللي انت فيه حاليا، والأحداث اللي حصلت دي حصلت في الماضي. طيب كل لما تجيلك فلاش باك بقى أو ذكرى مؤلمة، هتبصي على الخط ده وهتحددي الذكرى دي حصلت امتى، وهتقري مربع الأمان اللي انت كتبتيه على اليمين، وهتقولي لنفسك إن ده حصل سنة كذا، وإحنا دلوقتي في 2026 وأنا في مكان آمن. أوكي، التمرين ده فعال ليه؟ عشان بيساعد الهايبوكامبس إن هو يربط الذكرى بالزمن والمكان الصحيح، فده بيقلل نسبة كبيرة جدا من الفلاش باك، لأن دماغك بتبدأ تفهم إن دي اوريدي ذكرى من الماضي، مش حصل يعني مش حدث بيحصل دلوقتي. فإحنا دلوقتي بنعمل التمرين الخاص بالجزء، وبعد كده بنكتب له مسج، هنكتب له رسالة صغيرة كده مثلا لكل جزء، علشان يعني نبعت له تعاطف وفهم وتقدير. فهنكتب له طبعا، ما حدش يستغرب من الحاجات دي، علشان الحاجات دي فعالة جدا جدا جدا، ممكن تلاقوها تافهة أو هايفة في الأول، ولكن والله العظيم هي فعالة جدا. هتكتبي عزيزي الهايبوكامبس، أنا عارفة إنك تعبت وتحملت ضغط كبير جدا، وإنت بتحاول تنظم ذكريات صعبة ومؤلمة، وعارفة إن الكورتيزول أذاك، وإنك صغرت، وحجمك لما صغر ما بقتش قادر تعمل شغلك زي زمان. بس عايزة أقولك إني بشكرك إنك عملت اللي تقدر عليه، وإن أنت حاولت تحميني من الألم بإنك تفصلني عن الذكريات دي، وأنا دلوقتي هساعدك وهنشتغل سوا، وهاخد علاج، هحرك جسمي، وهنام كويس، وانت هتبدأ تكبر تاني، وهترجع لشغلك، وهتنظم الذكريات، وأنا أفتكر وهقدر أفرق ما بين الماضي والحاضر. شكرا ليك وأنا معاك دلوقتي. ده كان بالنسبة للجزء الأول في الهايبوكامبس. طيب ندخل على التمرين التاني، وهو تهدئة الأميجدلا. الهدف من التمرين إن احنا ندرب الأميجدلا إن هي تفرق ما بين المواقف العادية والإنذارات الجاذبة، وما بين الخطر الحقيقي. فهنعمل جدول يومي هنسميه تمرين تسجيل الإنذارات، يعني هنكتب جدول كل يوم كده، هنعمل 5 خانات في الجدول. أول خانة هي الوقت، تاني خانة هي الموقف، تالت خانة هي الإنذار من 1 ل10، رابع خانة خطر حقيقي أو لأ، وآخر خانة الحقيقة. يعني مثلا احنا دلوقتي ممكن نكتب الساعة 9 الصبح مثلا، ده الوقت. في الموقف باب اتقفل عليا بصوت عالي، أو حد قفل باب بصوت عالي. طيب الإنذار بالنسبة لي كان 8/10. طب خطر حقيقي ولا لأ؟ لأ، الحقيقة إن ده مجرد صوت ومفيش خطر حقيقي. تمام. طيب مثلا ممكن على الساعة 2 أنا نزلت الشارع، فالموقف إن كان في زحمة في الشارع،
بالنسبة لي الإنذار جالي من 6/10. طب هل الخطر ده خطر حقيقي والّا لأ؟ لأ. طب الحقيقة إن ناس عادية رايحة جاية عادي ما فيش أي مشكلة. طيب في نهاية اليوم بقى هناخد الجدول ده نبُص عليه ونعِد كام إنذار كان حقيقي وكام إنذار كان كاذب، وهنقول للأميجدلا شكرًا إنِّك بتحميني، ولكن النهارده كان مثلًا say كان 9 إنذارات، 2 بس منهم اللي كانوا خطر حقيقي وباقي الإنذارات كانت غلط. يعني إن إحنا نقدر نهدى شوية لإننا مش في خطر حقيقي. تمام؟ طيب أنا دلوقتي لمّا أحس إن الأميجدلا شغّالة قلق وخوف وتوتر طول الوقت، هنتنفّس. هنتنفّس ونعمل التقريض اللي إحنا اتعوّدنا عليه، اللي هو 5 حاجات أشوفها، 4 حاجات ألمسها، 3 حاجات أسمعها، 2 أشمّهم، 1 أدوقها. تمام؟ ده اسمه التقريض، علشان لمّا آجي أقول لكم إحنا هنعمل أول خطوة تنفُّس، تاني خطوة تقريض، تفهموني. طيب الخطوة التالتة بقى إن إحنا هنكتب message الأميجدلا علشان نبعت إشارات للدماغ إن إحنا في الحاضر، إحنا مش في الماضي، وإن الحواس كلّها بتقول إن ما فيش خطر، ده بيهدّي الأميجدلا بشكل مباشر. هنبعت لها إيه بقى؟ عزيزتي الأميجدلا، أنتِ جهاز الإنذار بتاعي، وأنتِ اللي حاولتِ تحميني في كل مرّة حسّيت بخطر، ورنّيتِ علشان تنبّهيني، وأنا باشكرِك على ده. أنتِ أنقذتيني في أوقات فعلًا كان فيها خطر حقيقي، ولكن أنا دلوقتي عارفة إنِّك تعبانة، كبرتِ أكتر من اللازم، وبقيتِ برضه حساسة أكتر من اللازم، وبقيتِ ترنّي في كل مكان حتى لو ما فيش خطر، وده مش ذنبِك، ده كان لازم وقتها علشان تحميني، ولكن أنا دلوقتي في أمان، مش كل حاجة خطر، ومش محتاجة أكون في حالة يقظة 24 ساعة في ال7 أيام. هنشتغل سوا وهنتعلم سوا إنِّك تهدي، وهاقول لِك شكرًا على التنبيه ولكن أنا في أمان دلوقتي، وشوية شوية هترجعي لحجمِك الطبيعي، وهتفضلي موجودة علشان تحميني من الخطر الحقيقي، ولكن مش هتحميني من كل حاجة، وشكرًا وأنا معاكِ للآخر. لحد هنا تمام؟ أتمنى إن يكون لحد هنا تمام واكتبوا لي في الcomment. طيب إحنا قُلنا تمرينين كده خلاص، ندخل على تالت تمرين بقى اللي هو المدير التنفيذي. ده تدريب للقشرة الأمامية. علشان إن إحنا نقوي القشرة الأمامية علشان ترجع تسيطر على المشاعر وتقدر تاخد قرارات. هنعمل تمرين اسمه القرار الواعي اليومي. يعني إيه؟ مش فاهمة. طيب كل يوم هنختار قرار بسيط وهناخده بوعي كامل. يعني مثلًا أنا عايزة آخُد قرار أبسط حاجة هالبس إيه أو هاكل إيه، ماشي؟ فإحنا ممكن نكتب الاختيارات اللي عندنا، اللي هو مثلًا أنا ممكن ألبس كذا، ممكن ألبس كذا، ممكن ألبس ده مع ده، ممكن ألبس دي مع دي، أيًا كان يعني، ولكل اختيار هنكتب الإيجابيات والسلبيات بتاعته، وهنفكّر بهدوء إيه الاختيار الأكتر اللي يناسبني أنا دلوقتي. وهناخد القرار بوعي كامل، وممكن تقولي بصوت عالي أنا قررت كذا، القرار يعني، وده كان قرار واعي مني. مش مهم القرار نفسه على قد ما هو مهم عملية التفكير والاختيار الواعي علشان نقدر نرجع ندرب القشرة الأمامية إن هي تاخد قرارات. ممكن القرار يكون بسيط قوي ولكن إحنا بنصعب القرارات واحدة واحدة، مش هنبدأ بقرار صعب جدا، لا، عايزين نبدأ بقرارات بسيطة. ماشي؟ طيب اللهم صل على النبي. ممكن نعمل تمرين كمان اسمه تمرين التركيز المتدرج. يعني إيه؟ إن إحنا ندرّب القشرة الأمامية على التركيز. يبقى أول حاجة علشان كانت تاخد قرار، تاني حاجة نرجّعها للتركيز. هنجيب كتاب أنتِ بتحبيه، تقرأي صفحة واحدة من أي كتاب ببطء مع إنِّك تكوني مركّزة بشكل كامل. لو سرحتِ هترجعي من أول السطر تاني. ماشي؟ طيب إحنا ده أول أسبوع، ممكن تاني أسبوع نزوّد صفحتين، الأسبوع التالت مثلًا نزوّد 5 صفحات، أيًا كان. ماشي؟ طب هتقولي لي يا حبيبة أنا مش باحب القراية، اتفرّجي يا ستي على فيديو، فيديو تعليمي، حلّي puzzle،
اعملي أي حاجة، المهم إنِّك تعرفي تعملي الحاجة من غير ما تسرحي، واحدة، واحدة هتلاقي نفسِك بتسرحي في الأول كتير، ولكن مع محاولة التركيز المتدرج، التركيز هيرجع واحدة، واحدة، تمام؟ طيب، آخر حاجة معانا التمرين التالت يعني للقشرة الأمامية، هو إدارة المشاعر الواعية. إحنا قُلنا القشرة الأمامية ليها أكتر من وظيفة، فلكل وظيفة هناخد لها تمرين. لمّا تيجي تحسّي بمشاعر قوية زي الغضب أو الحزن أو الخوف، عايزاكِ تسمّي المشاعر، اللي هو أنا حاسة وهتسمّي الشعور، وحاولي إنِّك توصفيه في جسمِك، يعني الشعور ده موجود مثلًا في كتافي، في رقبتي، في بطني، حاسة بيه إزاي، اوصفي الشعور. ما أنا حاسة مثلًا بغضب، والغضب موجود في كتافي وصدري، وحاسة بحرارة وضغط. بعد كده هنقيّم الشعور، يعني هنقيّم شدته من 1 ل10 say هادّي له 8/10، وعايزاكِ تفصلي ما بينِك وما بين الشعور، اللي هو أنا مش الشعور، ماشي؟ أنا شخص بيحس بالشعور ده دلوقتي، يعني أنا مثلًا مش الغضب، أنا هتقولي اسمِك أنا حبيبة مثلًا، وأنا باحس بغضب دلوقتي، تمام؟ وهتختاري الاستجابة، يعني ممكن أستجيب للشعور ده بأي فعل واعي بدل رد الفعل التلقائي، يعني أنا ممكن بدل ما أصرخ في الشخص أروح أتمشى 10 دقايق. حلو. طب ليه التمرين ده فعال؟ لأنه بيشغل القشرة الأمامية في وظيفتها الأساسية اللي هي اختيار الوعي، التقييم، تنظيم المشاعر. فكل مرة تعملي أي تمرين من دول أنت بتقويها، تمام؟ بعد كده زي ما اتعودنا هنبعت لها مسج، فممكن نكتب لها: عزيزتي القشرة الأمامية، انتي المديرة التنفيذية بتاعتي، وانتي اللي المفروض تمسكي زمام الأمور كلها وتاخدي القرارات وتنظمي المشاعر وتخططي للمستقبل، ولكن عارفة ان في الصدمة اتهمشتي، ما كانش فيه وقت للتفكير الهادي، وكان لازم ناخد رد فعل سريع، فاتحبستي وفضلتي على الهامش فترة طويلة لحد ما ضعفتي، وده مش ذنبك، ده كان ضروري وقتها. ولكن دلوقتي أنا محتاجاكي، ومحتاجة أقدر أفكر وأخطط وأقرر، محتاجة أنظم مشاعري، محتاجة أرجع أمسك زمام حياتي تاني، وأنا هساعدك ترجعي. هعمل تمارين تقويكي، هتعلم مهارات جديدة، هاخد قرارات واعية، هتأمل، وشوية شوية هنقوى سوا، وهنزود اتصالاتك مع باقي الدماغ، وهترجعي تمسكي الفرامل وتقدري تسيطري على الأميجدلا. شكرا إنك موجودة وأنا معاكي، تمام؟ بناء بقى على الجزء الأكثر تأثر من التلاتة، هنبدأ ناخد خطوة خطوة بسيطة هنعملها في الأسبوع. يعني مثلا لو الهايبوكامبس هو الأكتر تأثر، مثلا مشاكل في الذاكرة شديدة جدا، ممكن نعمل تحفيز لخلايا جديدة، احنا نمشي 10 دقايق أو 20 دقيقة في اليوم، نبدأ نكتب اليوميات، ودي مهمة جدا جدا جدا، حتى لو 5 دقايق، ده بيساعد إنك تنظمي الذكريات بتاعتك. هنعمل جلسات مع معالج متخصص في EMDR. ولو الأميجدلا هي الأكتر تأثر، هنعمل تمارين تنفس عشان نقلل التوتر والخوف، وهنبدأ نتعلم تأمل، وهنعمل جلسة مع ثيرابيست CBT. طيب، لو الجلسة أو سوري القشرة الأمامية هي الأكثر تأثر، مثلا نحل بازل كلمات متقاطعة، ناخد قرارات، ناخد نراقب نفسنا، ننظم مشاعرنا، كل حاجة من اللي احنا اتعلمناها، وهنحاول إن احنا نلتزم بيها، ماشي؟ بعد ما نكتب الخطوات اللي احنا عايزين نعملها، هنعلقها على ورقة، نعلق الورقة دي في مكان نقدر نشوفه كل يوم، ولما نشوفه هناخد لحظة واحدة بس ونقول: أنا دماغي بيتعافى دلوقتي، كل يوم ورا يوم، اتصال ورا اتصال، وأنا بتعافى. أوكي؟ في تمرينين يعني زيادة عايزة أقولهم كمان.
التمرين هنسميه يوميات الدماغ المتعافي. يوميات الدماغ المتعافي، تمام. الهدف ان احنا نوثق التحسن علشان نثبت التغيرات الايجابيه اللي بتحصل. فكل ليله قبل النوم، تمام، هنكتب حاجات تخص الهايبوكامبس والاميجدالا والقشره الاماميه، تمام. مثلا انا النهارده في الهايبوكامبس انا افتكرت حاجه انا كنت ناسياها، او كونت مثلا ذكرى جديده واضحه او موقف معين. في الاميجدالا النهارده مثلا في موقف الاميجدالا ادت انذار، ولكن انا قدرت اهديها باني عملت كذا، اتنفست مثلا، اتمشيت، ايا كان اللي انت عملتيه. حاجه كمان في القشره الاماميه، انك مثلا ممكن تقولي انا النهارده اخدت قرار واعي، وتقولي القرار ونفذته، تمام. فاحنا هنا بنعمل توثيق للتحسنات بتاعتنا. حاجة كمان، آخر تمرين هو اسمه مقياس التعافي الشخصي، حاجة زي تقييم الشهر كده. يعني مثلا احنا المجالات عندنا الذاكرة والقلق والخوف واتخاذ القرارات وتنظيم المشاعر وجودة النوم والعلاقات الاجتماعية. حلو، حلو. دي كل المجالات اللي احنا عايزين ايه نركز عليها. فاحنا قبل شهر هنقيم الدنيا من 1 ل10 في كل مجال، ودلوقتي اللي هو مثلا بعد شهر او بعد شهرين هنقيم الوضع دلوقتي برضو من 1 ل10. فنكتب التحسن حصل ايه وحصل ازاي. مهم جدا 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 علشان نعرف نحتفل بأي تحسن حتى لو درجة واحدة، وان احنا نحدد اكتر المجالات اللي احنا محتاجين نشتغل عليها، ونختار له التمرين المناسب زي ما عملنا في الحلقة النهاردة. عارفة ان الحلقة كانت طويلة جدا، ولكن هي مهمة قوي قوي قوي، وحابة أقولك إن الاستمرارية أهم من الكمال. خليكي صبورة، لأن التغيرات في الدماغ بتاخد وقت، ممكن نحتاج من 4 ل6 أسابيع علشان نبدأ نحس بفرق واضح. واطلبي مساعدة من سيربست ضروري جدا جدا، وسجلي كل حاجة لأن التوثيق مهم جدا جدا جدا، علشان لما تيجي تشوفي التقدم في أو وقت الإحباط أو وقت إنك حاسة إنك مش بتتحسني، لما تشوفي التقدم اللي أنت عملتيه ده هيساعدك إنك تكملي. وخليكي رحيمة مع نفسك، يعني لو في يوم فات من غير ما تعملي التمارين ده عادي جدا، ابدأي تاني من بكرة. وبكده وصلنا لنهاية الحلقة. عايزة أفكرك بحاجة، إن التغيرات اللي حصلت في دماغك دي كلها كانت استجابة من جسمك. دماغك عمل اللي كان لازم يعمله علشان تقدري تعيشي وتكملي، وكل يوم انت بتاخدي فيه خطوة ناحية التعافي دماغك بيقدر يتشكل من جديد. كل جلسة علاج، كل تمرين انت بتاخديه، كل مشوار بتمشيه، صدقيني صدقيني صدقيني، يعني هيكون من أحسن القرارات اللي انت بتاخديها في حياتك. ودماغك يستاهل ان هو يتعافى، وانت تستاهلي انك تعيشي جودة حياة احسن من كده. وبس كده، خدي بالك من نفسك، واشوفك في محاضرة جديدة او حلقة جديدة ان شاء الله.